يا بابا في زين للأستاذ. شلون اجت الفكرة براسك انه انت تنزلين الى شارع المتنبي وانت تعرفين ماكو نساء يبيعن بشارع المتنبي كتب؟ يمكن لحد الان انت الوحيدة اللي تبيعين كتب بشارع المتنبي. أول شيء إنه أنا من كنت صغيرة كان حلمي إنه أبيع كتب في يوم ما وأمارس مهنة المحاماة. عندنا هذا حلمي من كنت صغيرة. دخلت كلية الحقوق وتخرجت منها، وأتمنى إنه أتحقق حلمي الثاني إنه أكون باعة كتب. فشاركت بعض المهرجانات اللي خاصة بالقراءة. هو أنا على قناة أقرأ، كنت مسؤولة عن الكتب، إعطاء الكتب للناس. فقلت خلي أحقق جزء من حلمي بالتعامل بالكتب، فقلت أكمل الباقي وأنه أشتغل بشارع المتنبي واشتغل بشارع المتنبي. يعني انت مو بس تبيعين كتب بنية بهذا الامتياز انه بنية تبيع كتب، انت بنية ومحامية ايضا الان. يعني شلون راح تقدرين توفقين بين انه تبيعين كتب وانت محامية؟ هو واحد إذا يقدر ينظم وقته يقدر كل شيء يسويه. فأني يوم الجمعة هنا بالمتنبي وباقي الأيام أمارس العمل اللي أحبه أنا زين، ايش قد تحصلين من بيع الكتب؟ بيع الكتب يعني أنا مو متطوعة بنفس الوقت، مو تحصيل مادي يعني، إنه بس أنا بنهاية اليوم آخذ الكتاب اللي أريده من المكتبة اللي أشتغل فيها. أحب كتاب واحد أكثر يجوز، أي فمو مادة يعني. يعني انت ما تاخذين فلوس، تاخذين كتاب بكان التعب والمجهود. ايه بالضبط. هذا ايضا امتياز ثالث. طيب، ما صار معارضة مثلا تشوفين نظرة